وصفتنا النهارده هي البسبوسه المكرمله، هنعملها مع بعض بكل التفاصيل، وكمان هقول لكم على الاسرار اللي تطلع معاكي ناجحه جدا، تبقى زي البسبوسه الجاهزه بالظبط، استحاله تفرقيها، طعمها حلو جدا، هتحضريها بكل سهوله، مش بتاخد وقت خالص في التحضير. شايفين قد ايه البسبوسه مكرمله ودايبه جدا، طعمها حلو قوي، لازم تجربوها. اول حاجه معايا في حله على النار هنزل بنص كوبايه سكر وعليها ربع كوبايه ميه، وهسيبهم يغلوا لحد ما توصل المرحله دي، تاخد اللون الذهبي الحلو ده. بعد كده هنزل عليهم بكوبايه الا ربع من الحليب اللي بدرجه حراره المطبخ، هتلاقيها كده بتغلي، ما تخافيش، هتفك تاني بعد شويه، يعني هتديها تقلبتين كده هتلاقي الخليط ده فك مع بعض. بعد كده هنزل عليهم بمعلقتين كبار عسل نحل ونص كوبايه سمنه بلدي، واديها تقليبه واسيبهم يغلوا غلوه واحده على النار. بعد كده هرفعهم من على النار. هنجهز بقى دقيق السميد، وده كوبايتين دقيق سميد بسبوسه، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من جوز الهند، بيديها طعم حلو قوي، كمان ربع معلقه صغيره من بيكنج باودر، واديها تقليبه كده. وبعد كده نجيب الخليط اللي احنا جهزناه مع بعض وننزل بيه على البسبوسه. انا مجرد بس ان البسبوسه تشرب كل الخليط السائل ده، هكون مجهزه معايا صينيه مقاس 26 دهناها كويس بالسمنه، وهوزع البسبوسه في الصينيه بارتفاع واحد عشان تاخد سوا واحد ويبقى وقت واحد في الفرن. انا في الوقت ده كنت مشغله الفرن على درجه حراره 200 على الرف في النص. هندخل البسبوسه الفرن لغايه ما تاخد لون كده ذهبي حلو من تحت ومن فوق. في الوقت ده هكون بجهز الشربات، وشربات البسبوسه بيبقى خفيف وسخن، وهو عباره عن كوبايه ونص سكر وعليهم كوبايه ونص ميه، هديهم كده تقليبه، اتاكد بس ان السكر داب بنسبه في الميه قبل ما ارفعها على النار. بعد كده اول ما يغلي هنزل عليهم بربع معلقه صغيره من الفانيليا، كمان معلقه صغيره من السمنه بلدي، بتفرق جدا برده في الطعم، لو مش حابه تضيفيها ما تضيفيهاش. البسبوسه هتطلع من الفرن سخنه والشربات كمان سخن، هنزل بالشربات بتاعي كله على البسبوسه، واول ما البسبوسه تتشرب كده الشربات تقدميها، بجد طعمها حلو. كمان البسبوسه واخده لون واحد من تحت ومن فوق ومن جوه، علشان كرمله السكر اللي احنا عملناها، فبتاخد لون كله موحد، طعمها حلو. البسبوسه بتدوب جدا في البق، طعمها مميز. هستناكم تجربوها وتقولي رايكم.